الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم دلوقتي إن شاء الله على بروز السرة في الأطفال الرضع، اللي هو الفتاء. يعني الفتاء السري في الأطفال الرضع ده بيبقى حاجة هايفة جدا، وبنشوفها كتير جدا وشائعة جدا، والأم بتتخض طبعا لأن في جزء من البطن بارز لبره، ولكن ده غالبا بيبقى بسبب ضعف عضلات البطن والغازات والانتفاخات الكتيرة والحزق الكتير للأطفال والفعيات الكتير. أي حاجات بتزود الحزق بالإضافة لضعف العضلات بتخلي بسهولة جدا إن جزء من المعدة يبرز من الجزء الضعيف اللي في العضلات واللي هو السرة. بنطمن الطفل، بنطمن الأم على طفلها، وبنقول لها إن لغاية السنة بنسبة 90% بيروح الفتق السري ده. أما لو استمر بعد السنة ساعتها لازم تستشير دكتور جراحة، عشان غالبا هيبقى محتاج عملية وتركيب شبكة، ولكن دي ممكن يحصل من طفل، من كل 10 أطفال بيحصل لهم الفتاء السري. فالموضوع سهل وما يقلقوش منه. أما الفتق الإربي بقى اللي هو بيبقى في الخصيتين او فوق الخصيتين، ده بيبقى لازم عملية، ده ما فيهوش، ما بيردش لوحده ولا حاجة، ده بيبقى فيه مشكلة عند الطفل، في حاجات مفروض تقفل عند الولادة ما قفلتش، فبيبقى محتاج تدخل جراحي، واللي بيحدد تاريخ التدخل الجراحي دكتور الجراحة او جراحة الاطفال. برضو لو في مية على الخصيتين بنتأكد انها مية على الخصية مش فتاء إربي. وفي انواع بقى دكتور الجراحة برضو هو اللي يقدر يفرق، في انواع بتروح لوحدها، وفي انواع بتبقى محتاجة عملية عشان ما تأثرش على الخصية، وبرضو دكتور الجراحة او جراحة الاطفال هو اللي بيحدد تاريخ العملية لو محتاج جراحة او مش محتاج. نتمنى للجميع صحة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.